السلام عليكم. البرنامج اللي هنتكلم عنه النهارده والمهارة اللي هنتكلم عنها ما ينفعش حد في 2023 يكون ما بيعرفش يستخدمها، لأنها منتشرة بشكل كبير جدا. هنتكلم النهارده عن مهارة الباوربوينت أو إزاي نعمل باوربوينت احترافي. هتلاقي فيه هنا على القناة فيديو اتكلمنا عنه عن حاجة اسمها الانفوجرافيك باوربوينت لما كنا بنشرح كورس كانفا، وقلنا إن احنا نقدر نعمل باوربوينت عن طريق برنامج التصميم من الموبايل كانفا، وموجود وهيظهر لك دلوقتي على الشاشة، تقدر إنك تبص عليه. لكن النهارده احنا هنتعلم ازاي نعمل باوربوينت على برنامج باوربوينت الخاص بشركة مايكروسوفت. برنامج البرامج الكبيرة جدا والحلوة جدا واللي تقدر من خلاله تعمل عرض تقديمي محترم، سواء كنت طالب بقى وبتستخدم ده في المحاضرات بتاعتك او اي برزنتيشن او اي تاسك بيكون مطلوب منك في المحاضرة، او انت مش طالب بس انت بتحتاجه في شغلك، بتدي كورسات او غير كورسات، تشتغل في مجال سيلز، ايا كان المجال اللي بتشتغل فيه وبتحتاج انك تعمل داتا في شكل باوربوينت احترافي، فهتتعلمه النهارده ان شاء الله. بالاضافه لكل ده، برنامج الباوربوينت ومهاره الباوربوينت والعروض التقديميه هي من المهارات اللي منتشره على مواقع الفريلانس. يعني تقدر من خلال الفيديو ده تتعلم مهاره تشتغل بيها على مواقع الفريلانس وتجيب لك دخل. لو انت فعلا قدرت انك تتقنها، تدخل على مواقع الفريلانس وتقدمها كمهاره. فعشان ما اطولش عليك، يلا بينا نبدا، ويا مساء الفل او يا صباح الفل حسب الوقت اللي بتسمعني فيه، واهلا بيك في دكتور فريلانسر. دلوقتي دي الواجهة الأساسية للأبليكيشن بتاعنا. أبليكيشن باوربوينت متشابه لحد كبير جدا من أي جهاز بتستخدمه. يعني لو بتستخدمه من الكمبيوتر زي اللابتوب زي الموبايل زي التابلت زي الآيباد، مع اختلاف تواجد الأيكونز. يعني طريقة الشغل عليه هتكون سهلة جدا وهتكون واحدة، ولكن الأيكونز أماكنها هتكون مختلفة. فبالتالي أنا دلوقتي بشرح لك على جهاز، انت بكل سهوله ايا كان الجهاز اللي موجود معاك هتقدر انك تلاقي الايكونز اللي انا بتكلم عليها. لما اجي اقول لك ده الهوم، ده الانسرت، ده المكان اللي بنحط منه الصور، ده المكان اللي بنجيب منه التمبلتس، الموضوع بالنسبه لك هيكون سهل من اي جهاز بتستخدمه. الشكل اللي موجود قدامك ده من الايباد زي التابلت بالظبط زي اللابتوب والكمبيوتر، فبالتالي لو اي جهاز من دول الموضوع هيكون متشابه لحد كبير جدا. ولو انت بتستخدم الكمبيوتر فحاول تستخدم احدث نسخه، الموضوع هيكون معاك لطيف جدا جدا جدا. طب لو بستخدم الموبايل، بكل سهولة في نهاية الفيديو، وانا بتكلم في نهاية الفيديو هبدأ اشرح لك على شكل الموبايل وهجيبه قدامك، بحيث انك تكون عارف اماكن تواجد الايكونز دي فين وتقدر انك تستخدمها، والموضوع بالنسبة لك يكون سهل من اي جهاز موجود معاك. طيب خلينا نبدأ. ودلوقتي انا هكلمك الواجهة الاساسية ايه الايكونز اللي موجودة جواها، لان احنا اتعودنا ان اي ابلكيشن جديد بندخل عليه بنشوف ايه الايكونز اللي موجودة جواه. لما بدأنا نتعلم الوورد اتعلمنا الايكونز اللي جواه. لما بدأنا في كورس كانفا، كورس التصميم الموبايل المجاني اللي موجود هنا على القناة، بدأنا نشرح الايكونز اللي موجودة جواه. ليه؟ لأن الابليكيشن هو مجموعة من الايكونز اللي انت بتديها مجموعة من الأوامر، فبالتالي بتديك مجموعة من النتائج اللي انت محتاجها. فلو انت عرفت الايكونز فانت عرفت 70% من الابليكيشن بتاعك، ومجرد التطبيق هيخليك تكون 100% في الابليكيشن بتاعك. فيلا بينا نبدأ نبص على الواجهة الأساسية. الواجهة الأساسية اللي موجود فيها دلوقتي، أول ما تفتح البرنامج بتاعك وتسجل عليه، وتقدر تسجل عليه بالإيميل العادي أو بالإيميل الجامعي، بيكون فيه الصورة اللي موجودة فوق على الشمال، والصورة دي موجود فيها الإيميل بتاعي والأكاونت بتاعي اللي أنا مسجل بيه. بعد كده علامة الهوم، وعلامة الهوم دي بتوديني للواجهة اللي ظاهرة قدامك دلوقتي حالا. طب إيه اللي ظاهر فيها؟ ظاهر فيها الحاجات أو الشغل اللي أنا كنت شغال عليه قبل كده. يعني أنا لو ضغطت على أي حاجة فيهم، ده شغل أنا كنت شغال عليه قبل كده بعمله ومعمول على الباوربوينت، تقدر انك تدخل عليه كده وتعدل فيه اي حاجة. هو قابل للتعديل بكل سهولة. تقدر انك تاخد الكلام تحرك الصورة، تخش على سلايد رقم 2 رقم 3 تعدل فيها اي حاجة انت محتاجها. مادام يعني الصور اللي انت حطيتها دي كانت عبارة عن صورة بيضة وانت جبت فيها مجموعة من الايتمز او المكونات، بعكس انك لو جبت صورة كده مصمطة مقفولة قمت ضايفها على التمبلت بتاعك. وان شاء الله هنتعلم الحاجات دي كلها. طيب نرجع تاني. دلوقتي الصورة بتاعتي اللي موجودة فوق على الشمال تحتيها علامة الهوم، تحتيها علامة بلس. علامة الهوم اتكلمنا عنها، علامة البلس هي اللي باقية دلوقتي مع الملف اللي تحتيها أو شكل الملفات اللي تحتيها دي. علامة البلس لو ضغطت عليها بيبدأ يجيب لي تمبلتس جاهزة بتقدمها لي مايكروسوفت، أو بيقدمها لي برنامج باوربوينت إن أنا أقدر أشتغل عليها وأعدل عليها. على سبيل المثال لو دخلت على تمبلت زي ده الشكل العام بتاعه، وأقدر إن أنا أعدل عليه أي حاجة موجودة فيه وأضيف عليه أي بيانات حابب إن أنا أضيفها.
كمان بيديني بلانك دوكيومنت. بلانك دوكيومنت دي يعني ملف ابيض اقدر ان انا اشتغل عليه من البداية خالص واصمم انا كل حاجة من البداية للنهاية، وده برضو متاح. طيب تحت علامة البلس في علامة الفايلز، لو ضغطت عليها بيبدأ يوديني على اي فايلز موجودة عندي على الجهاز. لان انا دلوقتي عشان اشتغل على ملف باوربوينت فهو حاجة من 3: اما ان انا هشتغل على ملف بلانك دوكيومنت من اللي موجود هنا على الجهاز من علامة البلس من اللي موجود على الباوربوينت نفسه، او من التمبلتس الجاهزة اللي بتقدمها لي باوربوينت، او رقم 3 من باوربوينت انا مثلا محمله او حد باعتهولي وانا اعمله داونلود واعمل له سيف عندي على الجهاز، فاقدر ان انا اشتغل عليه واعدل عليه. فبيكون موجود في فايلز، بكون اعمل له سيف في مكان معين انا عارفه، بضغط على فايلز واضغط على المكان اللي هو معمول له فيه سيف وابدا ان انا افتحه واشتغل عليه. ودلوقتي احنا جاهزين ان احنا نبدا نشتغل على تمبلت جاهز من باوربوينت، وبعديها نبص على التمبلت الابيض، وبعد كده ندخل على لو انا عندي اي باوربوينت جاهز موجود على الجهاز وحابب ان انا اشتغل عليه. فيلا بينا. زي ما اتفقنا، اول حاجه هتعملها تضغط على علامه البلس، ومن هنا بتلاقي التمبلتس الكتير جدا اللي بيقدمها لك باوربوينت، وتقدر انك تستخدم اي تمبلت فيها. طيب تعالى نختار تمبلت معين نبدا ان احنا نشتغل عليه. على سبيل المثال اللي موجود فوق على اليمين ده، ونبدا ان احنا نشتغل عليه. اول حاجه التمبلت اللي موجود قدامك ده هو عباره عن تمبلت مكون من مجموعه من الكلام والصور، فبالتالي هنتعلم ازاي نعدل على الكلام ونضيف كلام جديد، وازاي نعدل على الصور ونضيف صور جديدة، وحتى ممكن نضيف فيديوز لو احنا حابين. اول حاجة حابين نتعلمها ان السلايدز اللي موجودة قدامي هي موجودة على الجزء اللي على الشمال، ده سلايد رقم 1 وده سلايد رقم 2، فبالتالي دول 2 بس. فهل الباوربوينت بتاعي دلوقتي هيكون مكون من 2 سلايد بس؟ هقول لك لا. انت بكل سهولة في فوق السلايدز دي علامة مربع جواه علامة الزائد، لو ضغطت عليه يبدأ يضيف لك سلايد جديدة، لو ضغطت عليه يضيف لك سلايد جديدة. وبص بقى معايا، لو انت واقف على سلايد رقم 1 وضغطت عليه هيضيف لك سلايد جديدة تحتيها، هيبقى رقم 2. طب لو انا واقف على رقم 5 وعملت ضغطت عليه هيبدأ يضيف لي سلايد جديدة هتبقى رقم 6. فبالتالي انت بتقف على السلايد اللي انت حابب تضيف من بعديها سلايدز. طيب على سبيل المثال انا ضفت السلايد دي، ولكن انا كنت عايز اخليها هي رقم 5 او 6. بكل سهولة بتضغط عليها كده وتنزلها تحت عشان تخليها رقم 5 او 6، تضغط عليها كده وتطلعها تاني رقم 1 لو حابب، بكل سهولة. والموضوع سهل جدا ولذيذ جدا جدا جدا. طيب السلايد اللي موجودة قدامي دي نبدأ بقى ان احنا نشتغل عليها واحدة واحدة. اول حاجة انا شايف ان هي فيها صورة، الصورة دي لما بضغط عليها بتتحرك معايا. بعد كده في كلام، الكلام ده لما بضغط عليه بيبدأ ان هو يتحرك معايا. طيب الكلام بتاعي اقدر ان انا اكبره واصغره، ده سهل جدا. الصورة بتاعتي برضو قبل ان هي تكبر وتصغر، فالموضوع حلو جدا وسهل جدا. فهنبدأ بقى ان احنا نشتغل على حاجة بسيطة. اول حاجة الكلام بتاعي اقدر ان انا اضيفه ازاي. دلوقتي انا في قدامي التكست ده، او قدامي برضو المربع ده اللي موجود قدامه اللي موجود جواه كلام. فبالتالي انا لو عايز اعدل عليه بكل سهولة بقدر احدد الكلام بتاعي اللي موجود جواه ده واعمله ديليت، وابدا ان انا اكتب الكلام اللي انا عايزه. فدلوقتي انا عايز اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتبتها. بعد ما كتبتها محتاج ان انا مثلا اعدل الكلام ده شوية اخليه جنب بعضه، فبكل سهولة بوسع البوكس بتاعي اللي انا كاتب فيه عشان خاطر الكلام ده يكون جنب بعضه. بوسعه ازاي؟ انت شايف ان البوكس ده ليه حواف. طيب الحواف بتاعته على الزوايا في دواير، لو شديت من الدايرة بيبدأ يكبر البوكس كله مع بعضه، فلو صغرت يبدأ الكلام يكون فوق بعضه مش جنب بعضه، لو كبرت يبدأ الكلام يكون جنب بعضه. كمان في مربعات موجودة ما بين الدوائر. المربعات دي لو انت حابب انك تكبر ضلع لوحده، فعلى سبيل المثال الضلع ده لو انا ضغطت على الكلام بس تاني ابدأ ان انا اشتغل عليه، الكلام بتاعي اهو. لو عايز اكبر الضلع كده، فده الضلع اللي هو العرض بتاعه بدأ ان هو يكبر اهو. كذلك الطول اللي هو الارتفاع بتاعه، لو انا كبرت من المربع لفوق بيبدأ ان هو يكبر معايا. الحاجة اللي انا حابب اعلمها لك وتكون بقى مهمة جدا وتاخد بالك منها، لو انت معاك بوكس زي ده كتبت فيه جملة زي بسم الله الرحمن الرحيم، وانت خلاص هتكتفي بالجزء ده، فما تسيبش المربع بتاعك كبير كده، لان ده هيعمل لك مشاكل لو انت بتضيف صورة، بتعدل حاجة، بتضيف نص جديد وتلاقي ان المربعات دي فوق بعض، فبالتالي لو بتضغط على مربع عشان تكبره وتصغره يعمل لك مشكلة مع مربع تاني. فبكل سهولة وانت موجود على الخط بتاعك ده او الكلام بتاعك اللي انت كتبته،
ابدأ صغر المستطيل بتاعك عشان يكون على قد الكلام بالظبط، وحط الجملة بتاعتك في المكان اللي انت عايزه. دلوقتي احنا عرفنا ازاي بنضيف او كتبنا كلام. طيب الكلام ده بقى حابب ان انا اعدل عليه، اظبطه شوية، اظبط الالوان بتاعته. لو انت باصص دلوقتي معايا للشكل العام بتاع الابليكيشن فوق، هتلاقيه بشكل كبير جدا مشابه لبرنامج الوورد اللي احنا متعلمينه، واللي ليه فيديو هنا موجود على القناة وتقدر ترجع له دلوقتي وتتعلمه، هيسهل عليك جدا الجزئية دي. لو انا حددت الكلام بتاعي وحابب ان انا اغير اللون بتاعه او اغير في نوع الخط او اغير في حجم الخط، فبكل سهولة بعد ما حددته كده بضغط على علامة او اسم الخط اللي موجودة فوق هنا، وبعد كده ببدأ ان انا يعني اختار بقى اي نوع خط انا محتاجه. فعلى سبيل المثال خلينا نغير لنوع خط تاني مختلف. طبعا انا شايف ان الخطوط اللي موجودة هنا هي طبعا خطوط انجليزي، فبالتالي مش شغالة معايا في العربي، ولكن انا وعندي خطوط عربي كتير على الابليكيشن بتاعي، بقدر ان انا استخدمها بكل سهولة. لو انا كاتب دلوقتي حاجة باللغة الانجليزية هتشوف الخطوط دي بتتغير ازاي. فدلوقتي برضو ممكن نكتب حاجة باللغة الانجليزية. على سبيل المثال احنا دلوقتي في مايكروسوفت باوربوينت، مايكروسوفت باوربوينت. باوربوينت كتبنا مايكروسوفت باوربوينت. حابب ان انا اعدل على الخط. طبعا الخط انت شايف هو اصلا مختلف اهو. لو انا محدده كده اقدر ان انا اضغط هنا تاني، احدده تاني. انا بضغط عليه ضغطتين واعمل سيلكت، بعد كده بضغط هنا واجيب بقى الخطوط اللي موجوده عندي وابدا ان انا اغير فيها عشان اشوف هيتغير ولا لا. طيب كده، طيب ده اتغير فعلا، اتغير فعلا. في برضو تايمز نيو رومان ده اتغير فعلا، ولقيت ان الكلام بتاعي بقى بخط مختلف، فبالتالي انا اقدر ان انا اغير في الخط بتاعي بكل سهولة. طيب نرجع بقى تاني وبرضو نخلي بسم الله الرحمن الرحيم تاني زي ما كنا، وهشوف ان انا هرجع ازاي دلوقتي بكل سهولة. انت موجود عندك على الشمال فوق علامة سهمين، سهم راجع وسهم طالع لقدام. سهم الراجع لو ضغطت عليه يبدأ يرجعك لورا في خطوة انت عملتها. انا دلوقتي كنت مغير خط معين، هبدأ ان ارجع واحدة واحدة يرجعني في خط من اللي انا كنت عاملهم. طيب السهم اللي قدام لو انا رجعت في خطوة زيادة وحابب ان ارجع لها تاني، اضغط على السهم اللي قدام يرجعني فيها. طب هبدأ ارجع لغاية بقى ما ارجع لبسم الله الرحمن الرحيم تاني. رجعت لبسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ ان احنا نكمل شغلنا عليها. دلوقتي لو ضغطت عليها كده وحددتها مرة كمان عشان ابدأ ابص على الاوبشنز اللي موجودة قدامي، بعد ما غيرت نوع الخط في قدامي بقى حجم الخط. اقدر ان انا اصغر حجم الخط او اكبر حجم الخط على حسب ما انا محتاج. في علامة البولد ان انا اخلي الخط بتاعي تقيل او خفيف، تقيل او خفيف. طيب في علامة الميلان نخلي الكلام بتاعي مايل. علامة الخط ان اضيف خط تحت الكلام بتاعي. وبكده انت عرفت انك ازاي تعدل في الخط بتاعك. طيب ممكن اغير لون الخط بتاعي؟ ده سهل جدا جدا. وبرضو الكلام اتحدد بعد علامة اليو في علامة ال A small A capital، فده سيبها على جنب. في علامة A وتحتيها لون، لو ضغطت عليها ده لون الخط. لو خليته مثلا على سبيل المثال باللون الأصفر، فخلاص الخط بتاعي بقى باللون الأصفر. طبعا انا بختار دايما لون يناسب يعني الباك جراوند اللي موجودة وراه، فمش هخلي الأصفر مع اللون الأبيض، هو أصلا مش واضح. طيب دلوقتي انا هخلي ده ممكن على سبيل المثال باللون الاحمر، هيبقى واضح وكويس. في بعديها بقى علامة الهايلايت او علامة القلم. عارفين القلم الفوسفور اللي بنستخدمه في المذاكرة؟ حاجة شبه كده. هايلايت ده هيعمل لي هايلايت على الكلام بتاعي. ازاي؟ مثلا لو خليته بالاصفر بقى فيه هايلايت على الكلام بتاعي. ده لو انا حابب ان انا اخلي الكلام بتاعي محدد كده وواضح بالوان معينة كباك جراوند للون نفسه بس او للكلام نفسه بس، مش باك جراوند كاملة للصورة بتاعتي كلها. حلو جدا. كده احنا كتبنا كلام، بدأنا ان احنا نغير في الخط بتاعه، في الحجم بتاعه، في خليه بولد ولا لا، اللون، هايلايت. في بس مجموعة من الايكونز اللي موجودة هنا بعد الهايلايت. ده طبعا لو انا عندي عنوان، تحت العنوان ده مجموعة من الايتمز، اقدر ان انا اخلي قدام كل ايتم مثلا نقطة او علامة صح، او اخلي جنبيها ارقام. والحاجات دي كلها احنا اتكلمنا عنها باستفاضة في فيديو الوورد اللي موجود هنا على القناة. فبرضو انت لو حابب تتعلم النقطة دي، فالنقطة دي مايلة اكتر للوورد، فتقدر انك تسمع فيديو الوورد، واكيد ظاهر قدامك دلوقتي على اليمين او على الشمال، فبص عليه ممكن تبقى تسمعه وهيكون مفيد جدا ليك، ولكن بعد ما تخلص المحاضرة دي.
طيب في كمان علامة السبيسنج، انك لو عايز تزود السبيس ما بين السطور وبعضيها. في علامة ترتيب الكلام، حابب الكلام بتاعك يكون بادئ من الرايت ولا من الليفت، على حسب انت بتكتب عربي ولا انجليزي. وزي ما قلت لك الحاجات دي كلها بلا استثناء اتكلمنا عنها في فيديو الوورد. ولو اي حاجة مش واضحة اكتبها لي في كومنت وانا هرد لك عليها بكل سهولة واوضحها لك حتى بالصور وسكرينات. لو جيت بقى دلوقتي قلت لك انا عايزك تكتب كلام تاني تحت بسم الله الرحمن الرحيم، فهتيجي تضغط على الشاشة عشان تكتب، مش هتلاقيها بتكتب معاك. ليه؟ عشان خاطر انا كنت لما جيت كتبت كان في بوكس انا كتبت جواه الكلام، البوكس ده كان مخصوص اصلا للكلام. امال انا لو في صورة مثلا مفيش فيها بوكس او صورة فاضية خالص اقدر ان انا اعمل ايه؟ والله بكل سهولة، انت لو موجود في الصورة دي مثلا وجيت ضغطت على الشاشة كده، فبالتالي الصورة دي ما فيهاش بوكس للكلام. او حاجه كده نوضحها بكل سهوله، لما كنا بنضغط على علامه المربع اللي فيه بلس بنضيف سلايد جديد، مظبوط. طيب السلايد الجديد ده كان بالشكل ده، انت ممكن تغير في شكل السلايد اللي هيتضاف ازاي؟ جنب المربع اللي جواه البلس في علامه كده بتحدد لك انت عايز السلايد دي يكون شكلها ايه، يعني تقسيمه المربعات فيها ايه، ولا عايز السلايد دي تكون بيضه خالص. فتعالى كده ناخد سلايد بيضه خالص، ظهرت معانا اهي. اجي اضغط على اي حاجه في الشاشه مش عارف اكتب، مش عارف اعمل اي حاجه. ليه؟ عشان خاطر الكتابه هنا عن طريق ان احنا بنجيب بوكس معين خاص بالكتابه. طب انا بجيبه ازاي عشان اكتب؟ في كلمه insert موجوده فوق، في insert دي في حاجه اسمها تكست بوكس، بضغط عليه بيجيب لي تكست او بيجيب لي بوكس اقدر ان انا اكتب فيه الحاجات اللي انا عايزها. طيب كتبت في ده عايز بوكس تاني، تكست بوكس، ويديني بوكس تاني اقدر ان انا اكتب فيه الحاجات اللي انا عايزها ومحتاجها. وده سهل جدا وبسيط جدا جدا جدا. خلينا نرجع بقى تاني للسلايد بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها. احنا كده كتبنا بسم الله الرحمن الرحيم، عرفنا ازاي بنكتب، عدلنا كل حاجة احنا محتاجين نعدلها، وكل حاجة كده بالنسبة لنا بقت واضحة. ونقدر دلوقتي ان احنا نكتب على اي سلايد موجودة معانا في برنامج باوربوينت. الجزء اللي بعد كده هنتكلم لو في صورة موجودة معايا في باوربوينت بعدل عليها ازاي، وايه اللي ممكن اشتغل عليها واعمله فيها، وبعد كده ازاي اقدر ان انا اضيف اصلا صورة جديدة للملف بتاعي. جدا. دلوقتي واحنا موجودين في نفس الملف ده موجود معانا صورة على الشمال. الصورة دي هي اللي كانت جاية في التصميم بتاعنا. طب انا عايز اعدل عليها بكل سهولة، لما ضغطت عليها بقت قابلة للتعديل، ان انا احركها من مكانها، ان انا اشيلها خالص، ان انا اضغط عليها كده وبعدين اعمل لها ديليت. طيب انا حابب ان انا ارجع في الكلام بتاعي، ففي السهم اللي موجود فوق على الشمال، السهم ده لما اضغط عليه رجعني خطوة لورا. طيب رجع لي وبدأ يجيب لي الصورة بتاعتي. حابب ان انا اصغر الصورة فبشد من المربع اللي موجود في الوسط. حابب ان اصغر الصورة كلها يعني كجزء واحد كده، فمن الزاوية باجي من الزاوية كده وببدأ ان انا اصغر في الحجم بتاعها. حابب ان انا اكملها واجيبها على الصورة كلها عادي، بمدها منين؟ من المربع اللي موجود في وسط ما بين الدايرتين، اقدر ان انا اكبر واصغر فيها. عشان نضيف صورة جديدة ونشتغل عليها فتعالى نبدأ الموضوع من البداية خالص. في علامة هوم فوق ودي اتكلمنا عنها، في علامة واحتاجناها يعني في وقت، في علامة insert، وانسرت معناها إضافة. والله حابب تضيف صورة، حابب تضيف تكست بوكس، حابب تضيف جدول شكل معين، فانسرت دي يعني هي هتكون الخيار الأول بالنسبة لك. طب ضغطت على انسرت، أنا حابب دلوقتي أضيف صورة، فأنا شفت كام حاجة كده قدامي، لا أنا محتاج جنب كلمة تيبل في شكل صورة، فأنا هاخد الصورة دي. ضغطت عليها وبدأت أختار صورة مثلا من عندي، الصورة دي كنا عاملين بيها فيديو، مستخدمينها في فيديو، فبالتالي أنا هاخد الصورة اللي قدامي دي. أول ما عملت أو ضفت الصورة بتاعتي دي، لو ضغطت عليها كده بص اللي بيحصل إيه، بيبدأ يظهر قدامي مجموعة من الأيكونز. الأيكونز دي مختلفة عن اللي كانت ظاهرة ساعة ما كنت بكتب بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ لأن ساعة ما كنت بكتب ده كتابة، فهي ليها ايكونز معينه وتفاصيل معينه، نوع خط، حجم خط، لون خط، تنسيقه، ترتيبه، العناوين الفرعيه اللي تحته. ولكن لما بضيف صوره فهي ليها اشكال تانية، الشادو بتاع الصوره، الحواف بتاعتها، لو ليها يعني ليها ريفليكشن ولا ملهاش. لو انت عايز اكتر من صورة موجودين معاك، ايه يكون قدام وايه يكون ورا، عايز تعمل لها روتيت، تعمل لها كروب يعني تقطعها، فالحاجات دي كلها اوبشنز موجودة عندك. دلوقتي لما ضغطت على الصورة بقى ظاهر قدامك اول حاجة ستايلز. دلوقتي لو حابب تغير الستايل بتاعك، والله الصورة دي الحواف بتاعتها حادة، انا عايز اخليها مثلا مدورة، بكل سهولة ضغطت على الستايل ده، فبتبدأ انك تختار الستايل بتاعك اللي انت حابب تشتغل عليه. تاني اهو ضغطت على الصورة بتاعتي، جبت كلمة ستايل، اخترت يعني الشكل اللي انا حابب اشتغل عليه. على سبيل المثال الشكل ده، وانا بحب اشتغل جدا على الشكل اللي قدامنا ده.
طيب جبت الشكل ده، بعد كده ضغطت على الصورة مرة كمان فظهر كلمة شادو. من كلمة شادو بقدر ان اتحكم في الشادو او الظل اللي بيكون ظاهر من الصورة بتاعتي. فخلينا ناخد، هيكون الشادو كبير على سبيل المثال الجزء اللي ظهر ده. طيب حابب ان انا الغيه بكل سهولة، بقدر ان انا الغيه وارجع نو شادو خالص. في كلمة ريفليكشن، يعني الجزء اللي معمول له انعكاس تحت من الصورة، تقدر تزوده وتقدر تقلله وتقدر تختار بقى التصميم او الشكل اللي انت شايفه يكون مناسب ليك، وممكن نلغيه خالص. ويعني على حسب بقى التصميم بتاعك فاضي ولا مش فاضي بتستخدم حاجة زي كده. بعد كده لو انا معايا اكتر من صورة، طيب دي صورة، دي صورة. دلوقتي بقى لو انا معايا اكتر من صورة، خلينا نعمل انسرت تاني ونجيب صورة جديدة جنب تيبل في صورة. فجبت صورة جديدة دلوقتي مختلفة، الصورة دي هنستخدمها برضو معانا. دلوقتي احنا شايفين لما الصورتين كانوا جنب بعض، في صورة يعني ظاهرة فوق صورة تانية، الصورة دي ظاهرة فوق الصورة اللي تحتيها، فأنا عايز أخلي الصورة دي ورا. بص بكل سهولة كده لما أنا ضغطت عليها، في كلمة فورورد، في كلمة باكورد. فورورد يعني يطلع لقدام، باكورد يعني يرجع لورا. فأنا عندي دلوقتي دي اللي قدام، حابب إن أرجعها لورا، هضغط على كلمة باكورد وأعمل سند باكورد. شفت التانية هي اللي بقت ظاهرة قدام. برضو بكل سهولة ممكن أضغط عليها تاني وأعمل فورورد وأعمل برينج فورورد، فبالتالي تبدأ تظهر مرة كمان لقدام. وكده اتعلمنا إزاي نشتغل على الصورة، نضيف صورة ونعدل عليها، وبكل سهولة ممكن تعمل ده. باقي لنا بس انك تعمل روتيشن للصورة، حابب انك تلف الصورة يمين وشمال، فده بيكون برضو متاح معاك بسهولة جدا. حابب انك تعمل كروب تقصها، فبتضغط على علامة الكروب وتبدأ انك تقص الصورة بتاعتك على حسب الجزء اللي انت حابب بس تسيبه منها. وبعد ما قصيت كده، بص انا بعمل ايه، مفيش اوكي ولا اي حاجة، انا بضغط على الشاشة بس، فتبدأ ان الجزء ده يتقص منها خلاص. حابب يعني على سبيل المثال بضغط كروب تاني اهو، وابدأ ان انا اقص الجزء ده من الشاشة. طب انا عايز خلاص اثبت الصورة على كده، اعمل ايه، المس الشاشة، خلاص الجزء ده بقى هو اللي موجود معايا بس. بعد كده يعني حاجات كلها انت مش هتكون محتاجها، هو دي الحاجات الاساسية اللي انت بتكون محتاجها، من اضافة الصورة، من التعديل عليها، الستايل بتاعها والشادو والريفليكشن، ايه الصورة اللي تكون موجودة قدام وايه الصورة اللي تكون موجودة ورا. ودلوقتي الشغل اللي احنا هنعمله هو ان احنا هنجيب كلام ونجيب صور ونبدأ نحط الاتنين مع بعض في تصميم واحد، عشان نطلع بسلايد او بشكل التصميم يكون حلو جدا ومناسب. ايه اللي هعمله دلوقتي وانا موجود في الصورة دي، انا هبدأ ان ارجع لورا خالص واعمل سيف او ديليت حسب ما انا عايز. انا اعمل سيف طبعا عشان اقدر ان انا اشتغل عليها بعد كده تاني، فبعمل لها سيف، بحدد المكان اللي هي ممكن تتسيف فيه. وكذلك ممكن بقى ان انا ايه احدد مكان معين اقدر ان انا اشتغل عليه. خلاص سيفت فيه، رجعت لورا. هنشتغل بقى على بلانك برزنتيشن دلوقتي، او باوربوينت او برزنتيشن فاضيه وبيضه خالص نشتغل عليها من البدايه. هنضيف كلام وهنضيف صور ونطبق الحاجات اللي احنا عملناها كلها. اول حاجه دخلت عليها اهو بلانك، واقدر ان انا زي ما قلت لكم الجزء المربع اللي فوق اللي جواه بلس بقدر ان انا اضيف منه سلايدز، والجزء اللي جنبيه بحدد نوع السلايد اللي انا حابب ان انا اضيفها. ممكن يكون على سبيل المثال الجزء ده مثلا او الشكل ده اللي انا حابب اضيفه، او حابب اضيف بلانك ان هي تكون بيضة خالص، وده اللي انا حابب اشتغل عليه. دلوقتي سلايد بلانك خالص معايا. اول حاجة هضيف فيها كلام، فهعمل كلمة insert، ومن insert هضغط على كلمة text box، ومن هنا هكتب كلمة تأثير الوهم او البلاسيبو، بما ان الصورة اللي كنا ضايفينها مناسبة لكده. تأثير الوهم، ضغطت على تأثير الوهم، بدأت ان انا احدده واجيب كلمة هوم عشان خاطر يجيب لي التعديلات اللي انا عايز اعدلها على الخط بتاعي. الخط تمام زي ما هو، ابدأ بس ان انا اكبره، ممكن اكبره مثلا 54. وبص اللي هنعمله دلوقتي ايه، ان بعد ما اعمل كده واحدد المربع بتاعي، هبدأ ان انا اكبر المربع عشان خاطر الكلام يكون جنب بعضه. الكلام كلمة تأثير الوهم يكون جنب بعضه. اقدر ان انا اخليه بولد، محتاج ان انا اغير اللون بتاعه فممكن اخليه باللون الاحمر. حابب ان انا اعمل له هايلايت ماشي، مش حابب ان انا اعمله ما اعملوش خالص، فده يعني ده اوبشن متاح معايا انا. فانا هحط هنا كده كلمة تأثير الوهم، وبعد كده هبدأ ان انا اعمل اضافة للصورة بتاعتي. طيب اضافة الصورة ازاي؟ من انسرت هجيب الصورة وابدأ ان انا اضيفها بكل سهولة. الصورة كده بقت موجودة معايا. حاجة حلوة جدا بتظهر لي على طول اول يعني وانا شغال، ان هو بيديني اوبشنز لو انا حابب ان انا استخدم منها. هو بيقول لي مثلا انك ممكن تكون الاوبشن بتاعك ان الصورة تبقى عاملة كده وتأثير الوهم عليها، او كده اللي تحت دي، او كده
او هو بيديني بقى اوبشنز للشكل بتاعي، ولكن انا ممكن اقول له لا الغي لي الكلام ده خالص، انا عايز بس ارجع للشكل العادي وانا هشتغل مع نفسي. طيب دي الصورة اللي انا ضفتها، ببدأ ان انا بس ابعدها عن الكلام كده واخش على كلمة ستايلز، وابدأ ان احدد الستايل اللي انا حابب احطه ليها. على سبيل المثال الستايل اللي كنا شغالين عليه من شوية هو الستايل ده، وممكن اعمل لها شادو خفيف، وممكن اعمل لها ريفليكشن بسيط جدا فيخلي ليها شكل كويس، واخلي جنبيها كلمة تأثير الوهم، فيبقى دي الصورة بتاعتي. ولكن بس عشان ما ادخلش على كلمة تأثير الوهم، فتبقى دي الصورة بتاعتي وتحتيها كلمة تأثير الوهم. طيب انا دلوقتي لما باجي اضغط على كلمة تأثير الوهم مش عارف اضغط عليها واحركها بسبب ان الريفليكشن بتاع الصورة جاي عليها، فبكل صورة بحرك دي بعيد وابدأ اغير في تأثير الوهم بتاعتي او المسها عشان اقدر ان انا احركها واظبطها. وانت شايف وانا بحرك كده في علامة خط احمر بتظهر لي، ده السنتر بالظبط، ده الكلام بتاعي كده متسنتر في وسط الصفحة. واجيب الصورة اظبطها وخلاص. انا كده قدرت ان انا اضيف الكلام واضيف الصورة بتاعتي. طيب كده انا ضفت كلام وضفت صورة واشتغلت كل حاجة انا محتاجها. اقدر ان انا اعمل من ده سلايد واثنين وثلاثة واربعة بحيث ان انا اكون باوربوينت جاهز اسلمه. اقدر والله ان انا اضيف تكست بوكس، التكست بوكس ده هكتب فيه كلام مطلوب مني مثلا في الكلية بتاعتي. اضيف صور اجيبها من جوجل واضيف صور جنب الكلام بتاعي بتمثل الكلام اللي موجود ده. طيب بعد ده وده انا ممكن احتاج حاجة معينة وانا شغال تاني. ايه اللي انا ممكن احتاجه تاني؟ خلينا كده نضيف نيو سلايد كمان كده برضو تكون بيضة. ممكن يكون في الكلام بتاعي او الشغل بتاعي ده محتاج جدول. الجدول ده بعمله ازاي؟ من insert، احنا قلنا ان هنضيف اي حاجة من insert في كلمة table. من table هنا تقدر انك تضيف الجدول بتاعك. طبعا لما ضفنا الجدول برضو الايكونز اللي هنا بقت مختلفة. والله هنا لو حابب انك تضيف حاجة جديدة، دلوقتي هو مثلا مكون من 3 صفوف و3 أعمدة، ده تقدر تكبره وتصغره. ولكن حابب ان انا اضيف عمود جديد او صف جديد، فانت عندك هنا انك ممكن تزود من فوق، ممكن تزود من تحت، ممكن تزود من ليفت، تزود من رايت. دي كلها اوبشنز بتكون موجوده معاك عشان تقدر تستخدم المربعات اللي موجوده هنا دي. كل مربع منهم تقدر انك تستخدمه لوحده. طيب الستايل بتاع التيبل بيكون موجود قدامك اكتر من ستايل تقدر انك تستخدمه، اكتر من لون بيكون متاح معاك من كلمه تيبل ستايلز. طيب الستايل اوبشن كمان بتكون موجوده معاك، ان على حسب انت عايز الشكل يكون عامل ازاي، يكون محدد منين، يكون الخطوط اللي موجوده جواه تكون شكلها عامل ازاي. فبالتالي ممكن كام خط مثلا مع بعضه، كام رو مع بعضه، كام صف مرتبطين ببعض او مفيش ما بينهم خطوط. تقدر تحدد الحاجات دي كلها وتقدر انك تشتغل عليها عن طريق انك تضغط على الجدول بتاعك فيظهر لك ايكونز كتير جدا هنا تقدر انك تشتغل منها. ده كده ازاي اضيف جدول. فبالتالي دلوقتي لو انا معايا صورة حابب ان انا اضيف عليها جدول، سلايد فيه جدول وصورة وكلام. على سبيل المثال الصورة بتاعتنا دي بكل سهولة أنا هاخد الصورة دي أصغرها هنا كده شوية أو أخليها هنا كده مثلا، وحابب أضيف جنبيها كلمة تأثير الوهم، وحابب إن أحط جنبيها جدول من insert، أعمل تيبل وأجيب الجدول بتاعي اللي أنا حابب أشتغل عليه، أصغره وأقدر أشتغل عليه وأزوده وأكبره زي ما أنا عايز. أكبر فيه مثلا شوية وأقدر إن أنا أكتب فيه لو أنا حابب إن أنا أضيف عليه أي حاجة. وبكده تقدر تعمل سلايد، تضيف كلام، تضيف صور، تضيف جداول. الموضوع بالنسبة لك هيكون سهل جدا جدا جدا. واللي هنتعلمه دلوقتي ازاي ان انا ممكن ارسم بنفسي جوه الباوربوينت بتاعي. هل انا اقدر ارسم بنفسي جوه الباوربوينت بتاعي؟ ده سهل جدا. جنب كلمة هوم وكلمة انسرت في كلمة درو، وبكده انت تقدر ترسم اي حاجة انت محتاجها عن طريق يعني الايتمز اللي بتكون موجودة قدامك دي. ولكن دي مش حاجة كل الناس بتستخدمها. انت تقدر تكتب اللي انت عايزه، ودي مساحة مثلا تقدر تمسحها. فبالتالي ده اوبشن موجود، لكن هل كل الناس بتستخدمه؟ لا، مش كل الناس بتستخدمه، مش كل الناس بتحتاجه، لان استخدام الباوربوينت مش للرسم. يعني في برامج تانية موجودة للرسم، فاستخدام الباوربوينت أصلا مش للرسم. واللي محتاجين نتعلمه دلوقتي فعلا هو ازاي ان انا ممكن اعمل انيميشن للايكونز بتاعتي اللي موجودة جوه الباوربوينت. انت دلوقتي لما بتدخل محاضرة مثلا بتلاقي الدكتور ماسك في ايديه جهاز اللي هو الريموت كنترول اللي بيتحكم في السلايدز، فبيضغط ضغطة تبدأ تظهر حاجة، يضغط ضغطة تانية تبدأ تظهر حاجة تانية في نفس السلايد الواحدة.
يبدأ يضغط فتظهر بشكل معين، بتلف بطريقة معينة، فدي حاجة اسمها انيميشن هنتعلمها دلوقتي حالا. بينا بقى نتعلم ازاي نعمل انيميشن للايتمز بتاعتنا. احنا مش عايزين السلايد بتاعتنا تكون مصمتة مجرد صورة وكل الحاجة اللي فيها ظاهرة مرة واحدة على طول، لا، احنا عايزين تضغط ضغطة تبدأ يظهر لك جزء في السلايد بتاعتك، ضغطة تانية يظهر حاجة تانية. فده ممكن نعمله ازاي؟ ده سهل جدا. اول حاجة بس خليني اغير الريفليكشن بتاع الصورة دي. لو ضغطت على الصورة في عندي كلمة بيكتشر فوق، لو ضغطت عليها اقدر ان انا اخلي السلايد بتاعنا ايه، اخلي الشادو بتاعها مفيش، اخلي الريفليكشن بتاعها مفيش. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان اقدر بس اتحكم في الصوره بسهوله واتحكم في الكلام اللي تحتيها بسهوله، ما يكونش الريفليكشن بتاع الصوره جاي على الكلام بتاعي. وكذلك الجدول بتاعي موجود معايا. فدول 3 ايتمز عايزين نشتغل عليهم. اول حاجه هنعملها ايه؟ هنيجي على الصوره اللي فوق دي ونبدا ان احنا نبص على الجدول اللي فوق، في هوم، انسرت، درو، في كلمه انيميشنز نضغط عليها. هنا الانترانس افكت بتاعك، الدخول بتاع الصورة عايزه يبقى ازاي، فعلى سبيل المثال نختار ده. بعد كده بيقول لك الاكزit بتاعها هيكون عامل ازاي، عايزها تخرج تاني ولا لا، فهقول له مثلا عايز الخروج بتاعها يكون بلايندز ده. طيب كده احنا عملنا الانترانس بتاعها وعملنا الاكزit بتاعها. كذلك برضو اجي على الكلام بتاعي، ممكن احط الانترانس بتاعه يكون حاجة كده مثلا. اجي على الجدول اختار برضو كلمة انيميشن، اختار الانترانس بتاعه يظهر بطريقة معينة، على سبيل المثال كلمة اكسباند دي، ان هو يبدأ يتحرك كده ويلف ويتمدد يعني. فانت بتختار عن طريق انك بتختار الايتم اللي موجود معاك، على سبيل المثال الصورة مثلا، وتيجي على كلمة انيميشنز اللي موجودة فوق تضغط عليها، يظهر لك الانترانس بتاعها والايفكت بتاعها اللي بيكون ظاهر عليها والاكزit. انت ممكن تحط لها الدخول بتاع الصورة يبقى بطريقة كذا والخروج يبقى بطريقة كذا. طيب احنا عملناه وشايفين ان هو متحدد رقم 1، رقم 2، رقم 3. ده معناه ان دي الصورة رقم 1 اللي هتظهر في السلايد بتاعتي، وده تأثير الوهم ده رقم 2، والجدول ده رقم 3. طيب ده احنا ممكن نعمله ازاي؟ احنا ممكن نعمله دلوقتي عن طريق ان احنا هنشغل باوربوينت دلوقتي. شايف انت فوق كده في علامة، فوق خالص جنب الباور اللي انا عمال احركه ده، في علامة مثلث باصص، يعني راس المثلث دي باصة لليمين. لما بضغط عليها هيبدأ يشغل لي بقى السلايدز بتاعتي. ولكن قبل ما يشغلها انا حابب ان انا اجي على السلايد البيضاء عشان ابدأ اشغل من بعديها. فبالتالي انا لما اجي اتحرك دلوقتي بحرك الشاشة بتاعتي، بدأ يظهر لي أول جزء أهو. ده جزء رقم 1، ده الانترانس بتاعه، وده الإكزit بتاعه. بعد كده الجزء رقم 2، وده الجزء رقم 3، وكذلك ده السلايد رقم 4. تمام؟ ده كده إنك إزاي تعمل إفكت أو أنيميشن للمحتوى بتاعك. على سبيل المثال دلوقتي إحنا ممكن نزود، هرجع بس تاني، ممكن نزود حتى الايتمز اللي موجودة هنا، وهيكون سهل جدا علينا ان احنا نشتغل عليها. بكده انت اتعلمت ازاي هتضيف صورة وهتعمل باوربوينت عندك في كلام، صور، تيبل، اي حاجة انت محتاج تعملها فيهم بكل سهولة خالص من البداية للنهاية. ولكن خليني اقول لك، يلا بينا دلوقتي نعمل تصميم مثلا مطلوب للكلية بتاعتنا باسم تأثير الوهم. فانت هتعمل ايه؟ اول خطوة هتعملها تضغط على البلس، تختار التصميم اللي يعجبك من هنا، او تختار الابيض وتصمم مع نفسك. على سبيل المثال نختار السكتش ده، ونبدأ نيجي هنا نغير الاسم بتاعه. هخليه بدل ما هو سكتش فهكتب تأثير الوهم او البلاسيبو، على حسب بقى انت هتكتب بلغة عربية او لغة انجليزية. وبعد كده اختار النيم هنا، ابدأ ان انا اغيره لاسمي، بما ان انا اللي عامل، او لاسم الدفعه، او لاسم السكشن بتاعي، اللي احنا الناس اللي هتشتغل على التصميم ده، عبد الله محسن. وبعد كده خلاص السلايد رقم 1 بقت جاهزه كده، ان هي الواجهه الاساسيه بتاعتي. ممكن احط تاريخ، عنوان، اسم دكتور الماده، اسم الماده، ده كله متاح معاك من انسرت تكست، وسهل جدا انك تعمل الحاجات دي. اظن يعني بقى الموضوع واضح وسهل. سلايد رقم 2 اجي عليها اضيف صورة مثلا واضيف كلام. سلايد رقم 3 اضيف صورة واضيف كلام، وكذلك رقم 4 لغاية ما اخلص الملف بتاعي. طب معايا سلايد هنا حابب ان انا اشيلها، اقدر ان انا اشيلها ازاي؟ بكل سهولة تضغط على السلايد بتاعتك، اعمل لها ديليت، اضغط ضغطة اعمل لها ديليت. طيب حابب انك تعمل من السلايد بتاعتك سلايدين 3 4، اضغط عليها واعمل دوبليكت يديك منها واحدة كمان، اضغط عليها واعمل دوبليكت يديك منها واحدة تانية. طيب حابب نضيف سلايد جديدة، اتعلمنا ده وكان سهل جدا. اضيف كلام، اضيف صور، اضيف تيبل. بكده هتقدر تعمل ملف من البداية خالص للنهاية. باقي لك انك تعمل له سيف، فبكل سهولة من ال3 شرط اللي موجودين فوق على اليمين تعمل له سيف.
او انك بعد ما تعمله سيف تبدا انك تعمله شير، برضو بتعمله سيف كباوربوينت وتعمله شير على الواتساب، يقدر ان اي حد ياخده ويعدل عليه، لان الملف دلوقتي بيبقى مفتوح. لو انت بعته كباوربوينت فهو ملف مفتوح قابل ان اي حد ياخده يعدل عليه. طب حابب تبعته او تحفظه غير قابل للتعديل، فتبعته كبي دي اف، ساعتها يتبعت كأنه صور بالظبط، محدش يقدر يعدل عليه لانه مش ملف مفتوح. كده انت اتعلمت الباوربوينت من البداية خالص، كل الايتمز اللي موجودة جواه، كل الحاجات اللي انت محتاجها، وكل اللي باقي لك دلوقتي ان اوريك على الموبايل هيكون شكله عامل ازاي. الايتمز دي او الايكونز دي هتلاقيها فين في الموبايل، مش هيبقى قدامك غير انك تمارس مرة واثنين وثلاثة. ولو وقف معاك اي سؤال اكتبه لي في كومنت وارد عليك على طول. وانا شايف ان الباوربوينت دلوقتي ومن بعد الفيديو ده ما عادش قدامك حاجة خالص انك تقول انا ما بعرفش اشتغل برزنتيشن، انا هشتغل حاجة تانية، انا ما اعرفش اكتب على الباوربوينت، ما اعرفش اصمم عليه، ما اعرفش اعمل صور، ما اعرفش اعمل انيميشن، لان كل الحاجات دي بقت مشروحة. اسمع الفيديو ده مرة واتنين والموضوع هيفرق معاك جدا جدا جدا. يلا بينا بقى نشوف على الموبايل هيكون شكله عامل ازاي. دلوقتي في بعض الناس اللي كانت شغالة او بتطبق معايا من الموبايل ويمكن ما لقيتش الايتمز او الايكونز اللي انا كنت بتكلم عنها او لقيتها مختلفة، فدلوقتي انا هوريك لو انت شغال من الموبايل هتلاقي الشكل عامل ازاي، وكل حاجة اتكلمنا عليها هتلاقيها فين. حضرتك هتمسك الموبايل بتاعك، هتفتح برنامج الباوربوينت، هتفتح اي برزنتيشن موجود قدامك عشان خاطر تبدأ انك تشتغل عليه. بيظهر عندك علامة شبه القلم جنب علامة السيرش او جنب العدسة. لو ضغطت على القلم ده بيبدأ ان هو يسمح لي بالتعديل او اضافة اي حاجة على الملف بتاعي. اول حاجة انا هعملها، بص تحت خالص في الموبايل بتاعك هتلاقي في علامة مثلث باصص لفوق. اول ما ضغطت عليها بدأ ان هو يفتح لي قائمة كبيرة. لقيت على الشمال في كلمة اسمها هوم، لو ضغطت على هوم هلاقي بقى كل الحاجات اللي انا كنت بشرح فيها وبتكلم منها. انسرت، هلاقي كلمة درو، هلاقي كلمة ديزاين، هلاقي كلمة السلايد شو، الانيميشنز والترانزيشنز، وكل حاجة احنا شرحناها او شفناها لما كنا بنشرح الفيديو. فتقدر من خلال الهوم تبدأ انك تعدل على اي خط عندك، تخليه بولد، تغير الحجم بتاعه، تغير في الفورمات بتاعه. من خلال كلمة insert تقدر انك تنزل صورة وتختار صورة، وبعد ما تنزل الصورة بيظهر عندك بقى الاوبشنز بتاع ستايل، وانك تخلي الصورة بشكل معين ليها شادو او ملهاش شادو. فكل الحاجات دي بالظبط بقى زي ما انا شرحت في الفيديو واتعلمت. كده انت شفت من الايباد او من التابلت او من الجهاز اللوحي او من الكمبيوتر بيكون الشكل عامل ازاي، وده اللي اتشرح في الفيديو. وكذلك في الجزء الاخير ده انت شفت في الموبايل هتقدر تلاقي كل الايتمز دي فين. كل اللي عليك دلوقتي انك تسمع الفيديو ده مرة كمان وتبدأ انك تطبق عليه، ويكون معاك مهارة من المهارات المنتشرة على مواقع الفريلانس. بالتوفيق ان شاء الله، واستنونا فيديوهات تانية كتير. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد بنشرح فيه مهارات تدخلك لمجال العمل الحر بكل احتراف. السلام عليكم.